نجم محرم بيه والعشوائيات كلها. انا جعانه ومفتانه عايزه اكل اختراعات جديده. اختراعات جديده؟ يبقى بيكسي عامل شويه اختراعات من الاخر. يلا بينا. وبالفعل طلعنا على بيكسي اللي موجود في شارع العيسو، والمفروض ان هو بيتحدى كل اهل اسكندريه وبيقول ان هو عامل اختراع مش موجود عند اي حد تاني، وهو الفيل ستيك. وقبل كده ما نخش في اي تفاصيل، المكان ده عامل حاجه صايعه قوي، ان اي حد هيصور ستوري ويعمل لهم منشن او ينزل اي ريفيو عن المكان هياخد خصم 25%، والعرض ده لحد اخر الشهر. ونيجي بقى نتكلم عن الفيل ستيك. ممكن يكون صادفك ان في حد بيعمله في اسكندريه او بره اسكندريه، بس مش بيعمله بالجوده دي، لان هم بيستخدموا حته لحمه فظيعه فظيعه. واحد يجي يقول لي انت بتفخم قوي فيها كده ليه يا عم خالد؟ احب اقول لك ان هم اللي بيصنعوا اللحمه، اذا كان الفيل ستيك او السماش برجر. وكمان عشان انا بحب جمهوريه خالد فين اكتر حد هيعمل منشن لاصحابه، اذا كان على التيك توك او الفيسبوك او الانستجرام، هيكسبوا اي سندوتش يختاره هو من المنيو. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت تعمل فولو للبيج عشان هم مخترعين شويه عروض محدش يتخيلها. يعني مثال، عندك السندوتش اللي قدامك ده القطعه قد وش هايده حرفيا، والسندوتش ده ما كملش 100 جنيه. فانا جالك من المستقبل العزيز بقول لك ان انت هتدلع اخر دلع، اخر حلاوه واخر نظافه واحلى جوده. اما بالنسبه للعنوان فهو سهل وبسيط. بص بقى يا سيدي، 57 ميامي شارع العيسوي، قبل ما توصل اسكندر ابراهيم بحاجات بسيطه هتلاقي محمصه طقطق، هم جنبهم على طول، والمكان اسمه بيكسي.